في حيله برضو من حيل التفاوض كده عايز اقول لك عليها، بيلعبها بعض الاماكن والكاستمرز معاك، انه يعمل ايه؟ يقعدك اول مره مع الشخص مش اللي عنده اوثوريتي، هيعمل لك النيجوشيشن على مرتين مش مره واحده. المره الاولى هيقعد معاك شخص ما عندوش الفول اوثوريتي انه ياخد القرار، لسه في جي ام او لسه في بيرشيزنج مانجر هيقعد بعد كده بعده، ويبدا يتكلم وياخد ويدي معاك ويسمع الاوفر ويخلص كل اللي في جيبك، وبعدين يعمل لك انفيتيشن للميتنج الثاني اللي يحضر فيه الشخص الثاني. يعمل ايه الشخص الثاني؟ هيطلب منك زياده عن اللي طلبه الاولاني. ده وارد ان هو يحصل، ودي حيله من حيل التفاوض المعروفه. طيب انا لو اتعرضت للحيله اللي زي دي اعمل ايه علشان ما اخسرش التفاوض؟ انا عايز افكرك ان التفاوض ليه جيم بتتلعب، وعلشان تلعب الجيم صح اتعلم من شارك تانك. عمرك شفت واحد داخل في شارك تانك بيحط التفاوض الاسك الاولاني اللي هو بيعمله ده او الاوفر الاولاني، عمرك شفته بياخده ماكسيمم؟ يعني بياخد كل اللي هو عايزه؟ مستحيل. هو بيجي يقول لك انا عايز 5 مليون مقابل 10%، بيخلص الديل ال 5 مليون مقابل 40%، وهو داخل مخطط لكده. اوعى تكون فاهم ان هو مش لاعب اللعبه يا جماعه. 90% من التفاوض والنيجوشيشن بيزد على البريبريشن والتخطيط قبل ما تروح اصلا للمكان تتفاوض فيه. ال 10% دول هم الجول اللي انت بتجيبه، القعده اللي انت بتتفاوض فيها عشان تخلص التفاوض. اتعلم انك تعمل لاي تفاوض انت داخله ماكسيمم انت عايزه ومينيمم، وما بينهم دي اسمها منطقه الكونسيشنز او التنازلات. طب اعمل ايه في حاله ان شخص يكون ما عندوش الاثوريتي وقاعد معايا؟ اول نصيحه، استغل الميتنج اللي معاه ده في انك تطلع منه اكبر قدر ممكن من المعلومات، وتشير معاه الانترست بتاعتك، وتتبادل معاه الافكار والاراء علشان تعرف هتدخل الزاويه منين. خلي بالك انت مش قاعد مع واحد يقول يا لا، انت قاعد مع واحد يسمع منك قوي ويروح يقول للي بعده. فاستغل ده في انك تعرف اكبر قدر ممكن من المعلومات وتطلع حلول وافكار عشان تستغلها في الميتنج اللي بعد كده. النصيحه الثانيه ودي برده مهمه جدا، اوعى تقول له على اخرك. اديله اوفر يترفض مش يتقبل، اديله اوفر وسيب حته معاك لسه هتعمل لها كونسيشن لما تقابل شخص تاني بعد كده، لانك لو ما عملتش كده هتضطر تقدم كل اللي معاك، وهيجي التاني يضغط عليك ويقول لك لا 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 ده كلام مرفوض بالنسبه لنا، والله احنا عايزين 10% اكسترا كمان، ما ينفعش زي بقيه الناس بتاع. هتضطر ان انت تكمبرومايز وهتضطر تدفع اكتر. طب انا اعمل ايه؟ لا، حط الام دي او بتاعك وقوله، او اكتر شويه من الام دي او وقوله في اول ميتنج وتمسك بيه. انا والله بدي 20% ماكسيمم على الفاتوره. لا احنا عايزين وعايزين وعايزين يا عم، ما انت مش كوميتد، ما انت مش ما عندكش الاثوريتي، ما انا كده كده اللي هقوله لسه هترجع لناس ثانيه. لما يجي الميتنج الثاني اقول لهم انا جبت لكم اكسبشن مثلا كذا وكذا وكذا، وهنعمل اكتيفيتي بالشكل الفلاني، هنحافظ على الفاتوره 20%، وهندي كذا وندي كذا وندي كذا، بحيث ان انت تبقى مهيئ للتنازلات. طول عمر التفاوض عباره عن جيم ليها اصول، ليها نقطه بدايه اسمها ام دي او الماكسيمم اللي انت عايزه، وليها نقطه اسمها الليست اكسبتد او البوتوم لاين او الووك اواي بوينت، سميها زي ما تسميها، وفي منطقه تنازلات محسوبه ومدروسه، اتنازل بانهي درجه وامتى وازاي علشان اوصل ان انا للحته اللي انا مخطط لها من الاول، اللي هي منطقه الوين وين سيتويشن اللي انا عايز اوصل لها. فخلي بالك من الحيله دي في التفاوض، وبالتوفيق دايما ان شاء الله.